مساء الفل يا ست الكل. مساء الفل يا ست الكل. النهارده هنعبي ملح غسالة الأطباق لأول مرة وتانك الملح فاضي. طيب هتقولوا لي انت استخدمت غسالتك قبل كده؟ ازاي تانك الملح هتعبيه لأول مرة؟ لأن أنا كنت بستخدم الإقراص وتانك الملح مازال ناشف ما فيهوش مية زي كده. التانك فاضي، شايفين؟ مفيهوش أي مية. أنا كل جوه مفيش اي ميه. طب ازاي تانك الملح فضل ناشف بدون اي ميه ما تدخله ومع ذلك انا بشغل الغساله على طول؟ لان انا كنت مسافر، فلما بحضر اسبوع في شقه المصيف بشغله ولكن بفعل زر القرص. طول ما انا بفعل زر القرص مفيش ميه هتعدي من تانك الملح ولا حساس تانك الملح هيشتغل. مساء الفل يا ست الكل. النهارده هنعبي ملح غسالة الأطباق لأول مرة وتانك الملح فاضي. طيب هتقولوا لي انت استخدمت غسالتك قبل؟ مساء الفل يا ست الكل. النهارده هنعبي ملح. هنبدأ نعبي الملح. أول حاجة أنا هشيل ده من سكتي خالص. طبعا الملح أنا بجيبه في أكياس وبفضيه كده كله مع الملح. طبعا الملح أنا بجيبه في أكياس وبفضيه كده كله مع بعضه. بسم الله. نجهز المية علشان خاطر احنا هنحط بمقدار كوباية ملح مع نص كوباية مية. قول. في غسالات بتيجي من غير قمع، انا جبت ازازة قطعت رقبة الازازة كأنها قمع يعني. هنحط كده. طيب الناس هتسأل الكمية احط قد ايه؟ هتعبي تانك الملح يا ست الكل لحد ما الملح يبان قدامك هنا. طيب نعبي ازاي؟ ما هو مش هنحط ملح وبس، لا هنحط قيمة ربع كيلو ملح وبعد كده هنحط كوبايه ميه. تمام يلا. انا طبعا عارف دي هتعمل لي قد ايه، فانا هعمل بيها عشان خاطر ما انزلش ملح في ارضيه الغساله. مهم جدا ما ننزلش ملح هنا بقدر الامكان. بسم الله. كل اللي بينزل على الارض ده انا هشيله قبل ما اشغل دوره الغسيل كده. ونحط بقى كوبايه ميه قصاد ربع كيلو الملح. ونفضيها في تانك الملح فوق الملح اللي احنا حطيناه. بعد كده نحط نص كامل، نحط كمان حوالي ربع كيلو. طبعا انا بينزل مني ملح كتير لان القمع صغير. ومهم يا جماعة بعد ما نحط الملح نشغل الغسالة على دورة كاملة. كده حوالي انا حطيت حوالي ربع كيلو كمان. اديها كمان دلوقتي كوباية مية. طيب بعد كوبايتين المية هفضل اعبي ملح لحد ما اشوف المستوى اللي هيطلع معايا قد ايه. مهم جدا يا جماعة واحنا بنحط المية بعد الملح نعمل تقليبة صغيرة صغيرة مش كتير عشان خاطر الهواء يطلع بين الفراغات زي كده، تقليبة صغيرة جدا وبعدين نكمل. هنعبي تانك الملح كله طبعا لحد ما اشوف الملح ظهر عندي فوق. طبعا الملح انا بجيبه في اكياس وبفضيه كده كله مع بعضه. بسم الله. نجهز الميه علشان خاطر احنا هنحط بمقدار كوبايه ملح مع نص كوبايه ميه. قول. في غسالات بتيجي من غير قمع، انا جبت ازازه قطعت رقبه الازازه كانها قمع يعني. هنحط كده. طيب الناس هتسأل الكمية احط قد ايه؟ هتعبي تانك الملح يا ست الكل لحد ما الملح يبان قدامك هنا. طيب نعبي ازاي؟ ما هو مش هنحط ملح وبس، لا هنحط قيمة ربع كيلو ملح وبعد كده هنحط كوباية مية. تمام يلا. انا طبعا عارف دي هتعمل لي قد ايه، فانا هعمل بيها عشان خاطر ما انزلش ملح في ارضية الغسالة. مهم جدا ما ننزلش ملح هنا بقدر الامكان. الملح ده كله لازم يتنضف من ارضيه الغساله كويس جدا.
خلاص. قول خلاص. تسمع صوت؟ نقفل غطا الملح كويس ونسمع صوت التكة. مهم جدا نقفل غطا الملح. ايوه زي كده كويس جدا عشان ما يبقاش فيه تسريب هنا. الحقيقة الغسالة طالبة ملح. الملح ده كله لازم يتنضف من أرضية الغسالة كويس جدا. خلاص. الملح ده كله لازم. يا جماعة هنشغل ونقول بسم الله. اختار البرنامج بتاعي. انا هختار برنامج 30 دقيقة لان انا الحاجات اللي انا حاططها قليلة. هاخد 30 دقيقة، مش هاخد نص حمولة عشان انا حطيت في الرفين. طبعا القرص مش هفعل القرص. ناخد بالنا يا جماعة، علامة الملح راحت مباشرة مع ان انا ما شغلتش لسه الدورة، ولكن عشان خاطر انا قلبت تقلبتين. طيب في ناس برضو بتقلب وبتفضل العلامة دي اللي هي تبع الملح شغالة منورة، ممكن بعد دورة او دورتين العلامة بتروح عادي بتطفي. وبعدين نقول بسم الله.